النهارده تالت يوم العيد، وشايفين طبعا المايه ورايا. انا كورنيش ماسبيرو. كنت ناويه ان انا اخد الاتوبيس النهري، لكن للاسف جيت لقيت قالوا لي ان هم لغوا الموقف بتاعه من هنا بعد ما عملوا الممشى السياحي الموجود قدام ماسبيرو. فمش عارفه بقى اروح فين، يعني كده اليوم اتضرب ولا ايه الاحباط ده؟ لن احبط ابدا، زي ما بخرج لوحدي ومش مستنيه حد يخرجني، برضو لن احبط ابدا. انا هخرج برضو، بس مش عارفه اروح فين. ادور عليه في مكان تاني، اروح عند كوبري الجامعه ممكن الاقيه شغال، ولا اطلع قدام شويه بعد ما سبيرو كده الاقيه، ولا اروح مكان تاني. انا مش عارفه هعمل ايه. طب وايه هو المكان التاني؟ ولا انزل الممشى؟ بس الممشى دلوقتي الدنيا حر قوي، يعني ايه، شمس. كل سنه وانتوا طيبين، وكل سنه وانتي طيبه يا سموحه يا عسوله. كل سنه وانتي طيبه يا سموحه يا عسوله. بصوا المنظر من هنا، بصوا المنظر من هنا. بصوا انا بلف ازاي. ده ماسبيرو اهو ورايا اهو، ماسبيرو اهو. بصوا الميه عامله ازاي. طبعا تحت الممشى، انا هصور لكم الممشى لوحده. ده كده الممشى، ده الممشى اللي لسه ما اشتغلش، اللي هو قدام ماسبيرو. يعني ده كده يعتبر كل ده ممشى كده اهو، لغايه ميدان التحرير هناك. كل ده ممشى جاي من عند المظلات شبرا لغايه هنا. بس ده الممشى التاني الجديد، الاولاني هناك خالص بعد ماسبيرو، ده جديد ولسه ما اشتغلش. فانا واقفه بقى طبعا في عز الولعه، بس الجو جميل برضو والله، مش وحش. بصوا بقى، انا اللي عرفته ان الاتوبيس النهري الموجود عند ماسبيرو اتلغى علشان ممشى مصر. فعملت ايه؟ رحت الاتوبيس النهري الموجود عند كوبري الجامعه او تحت كوبري الجامعه. ركبت تاني، ركبت الاتوبيس. بقى ب7 جنيه ونص على فكره. الاتوبيس بقى ب7 جنيه ونص يا بشر. ركبت الاتوبيس وبعد كده رحت على كوبري الجامعه. نزلت المنزل بتاع كوبري اخر كوبري الجامعه عند الاتوبيس النهري. خلاص، وده الاتوبيس النهري ده. خلاص، الاتوبيس النهري فيه رحلتين، رحله ب15 جنيه واللي هي بنص ساعه، وفي رحله ب25 جنيه ساعه لغايه المظلات. خلاص، وبيسيبوك هناك، يعني عايز ترجع تدفع تاني تذكره تانيه، مش عايز ترجع وتقعد هناك في الميه مش بلبط براحتك بقى. يعني زمان كانت تذكره واحده ذهاب واياب، دلوقتي الذهاب بس لوحده ب25 واياب ب25. انا عايزه اركب، مش مهم بكام، المهم ان يعني مش فارقه 20 جنيه في الذهاب والاياب بين الاثنين. بس الفكره ان انا عايزه اركب الاتوبيس النهري المفتوح، اللي هو فيه فتحه من قدام وفيه روف من فوق. هو قال لي اللي جاي مقفول. لو لقيته مقفول انا مش هركبه، انا هركب اللي هو المفتوح، لان كل هدفي ان انا ابص على الميه واستمتع بالهواء. خلاص، المقفول ما بيعجبنيش قوي، فانا قاعده مستنيه. خلاص. والنهارده تالت يوم العيد. كل سنه وانا طيبه، كل سنه وانتي طيبه يا سموحه يا عسوله يا عسوله. انا هفسحك، مفيش حد هيفسحني، انا هفسح نفسي. انا منطلقه مع ذاتي عادي جدا. يعني ايه المشكله؟ مش لازم يبقى معاك ناس على فكره، المهم ان انت تبقى مبسوط وان انت تدور على سعادتك. وبما ان في نفس وربنا سبحانه وتعالى مدينا النفس، فلازم ان احنا نستغل الحياه الجميله ونتمتع بيها. نروح اماكن جديده حتى لو مكان جنب البيت. يعني انا السيده زينب جنبها على طول الجامعه، جنبها وسط البلد، فانا ما رحتش اماكن بعيده. بس بحاول ان انا استغل وقتي، استغل العيد، تبقى ذكريات جميله يا رب. خليكم معايا بقى، يلا باي. ده كده مدخل المحطه، لسه هو ما جاش، دي الاستراحه بتاعته. النهر اللي هناك ده الازرق في اصفر مكتوب عليه ابو بكر الصديق، هو لسه جاي. ده مرسى الاتوبيس النهري. خلاص، ده بتاع جامعه القاهره جيزه، وده اللي هناك كل دي استراحه اللي هي عليها تندة دي. وبعد كده الاتوبيس اللي هناك الازرق او اللبني في اصفر. واللي هناك ده كوبري الجامعه اهو، كوبري اللي ورا الشجره. دلوقتي في مشكله،
الاتوبيس النهري مقفول زي ما انتم ما شايفين كده، ما فيهوش فتحات، يعني ما فيهوش مكان روف مثلا، وما فيهوش مكان للمركب قدام مفتوحه، يعني مغلق، يعني انت قاعد في صندوق وما فيهوش تكييف كمان. فبالتالي لن استمتع بهذه الرحله، ولكن لما سالت في واحد تاني جاي مفتوح، فهننتظره علشان نستمتع بهذه الأجواء الجميلة في العيد بإذن الله. انتظار بقى، انتظار، أنا منتظرة. بما إنك عايزة تتفسحي ادفعي الثمن بقى. استني انتظري واتكلم معاكم برضو يعني. كل سنة وأنا طيبة، كل سنة وأنت طيبة يا سموحة يا عسولة، كل سنة وأنت طيبة يا أمورة. ركبت وخلاص بقى، أنا ركبت وخلاص. هو يعني اللي جنبي ده شباك، شباك أهو بس، لكن اهو ده الاتوبيس، الاتوبيس اهو لغايه الاخر، والوحيد اللي جنبي شباك. يلا رحله سعيده. كده بقى بدأنا الرحله اهو، ومشينا في البحر اهو. الله على المنظر، الله. كده احنا لسه قدام حديقه الحيوان تقريبا، كوبري الجامعه، ما شاء الله. وهناك سوفوتيل اهو ماشيين. بصراحة المنظر كان جميل جدا جدا، وانا كده فرحانة طبعا، مبسوطة، عمالة اتصور مع المية بالحتة الخضراء اللي انا لابساها، جميلة. دي مقدمة السفينة او مقدمة المرسى، وده الاذاعة والتلفزيون. كده دي المحطة اللي انا كنت عندها في الاول خالص لما نزلت غلط، اذاعة وتلفزيون بيعدي من قدامها. وانا مبسوطة بقى، طلعت فوق شوية كده علشان اقف عند المية. ده مركز التجارة العالمي عند شبرا والبنك الاهلي. بصراحة المنظر كان حلو قوي 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 قوي، كمان مش باين كمان في الصورة، تصوير ظلمه. مركز التجارة العالمي. دخلنا كمان بقى جوه على المظلات كده، اتجهنا الى المظلات اكتر. عدينا على 5 كباري تقريبا. ده كوبري شبرا الجديد المعمول، كوبري رود الفرج. وانا في قمة الانبساط بقى. انا في قمة الانبساط، سموحة مبسوطة. وده الكوبري الجديد. كده احنا داخلين على المرسى بقى اللي في المظلات خلاص. كده انا طلعت المظلات، يعني ده اخر اخر الموقف بتاع الاتوبيس النهري، مظلات. فكده بقى انا مش هركبه تاني الصراحة، هو بطيء قوي وحر جدا، بس كانت حاجة جديدة متعة. انا ركبت المقفول للأسف، ما ركبتش المفتوح. المرة الجاية بقى ان شاء الله. المهم انا هركب بقى اي حاجة من فوق، اوبر او اي حاجة، واروح كده. ثالث يوم العيد، مش عارفة هنزل بالليل ولا لأ، بس كل سنة وانا طيبة، كل سنة وانتي طيبة يا سموحة. دايما كده تتفسحي حبيبة قلبي، كل سنة وانتوا طيبين. باي باي.